السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين ده رز كرنفال. كرنفال يعني مهرجان، ألوان كتير. زي ما حضراتكم شايفين هنعمل مع بعضنا الرز ده النهاردة، اسمه رز كرنفال. ألوان كتير، يعني اللون الأخضر، اللون الأحمر، اللون الأصفر، اللون الأبيض. هنتعلمه مع بعض إن شاء الله. تمام. هنجيب الرز معانا، الرز الأبيض المصري أو أي رز عامة على حسب البلد اللي انتوا فيها، ومعانا صوص طماطم. تمام. ومعانا كركم معمول بشوية مية، ومعانا سبانخ أو لون أخضر. تمام. معانا المادة الدهنية الزيت، ومعانا الزبدة، معانا الملح. في حلة على النار كده هنحط الزبدة ونحط الزيت، وبعد كده ننزل بالرز نسخنه. تمام. ونقلبه كده كويس لحد ما يسخن. ومعانا البيون بتاعنا أو المرقة بتاعنا، إن كانت مرقة فراخ أو مرقة لحمة أو مرقة خضار. بنقلب الرز كويس لحد ما يسخن، وبعد كده بنضيف له الملح، ولو في ممكن نحط له مرقة دجاج عادي. بعد كده بننزل بالبيون، وبعد كده بنغطيه ونسيبه. تمام. قبل ما يتشرب المية كلها، بحيث ان المية تقل من على الوش من على الوش الرز، بنحط الالوان بتاعتنا. ما ينفعش نحط الالوان والمية لسه موجودة على الوش، عشان الالوان ما تسيلش. فنخلي المية تنزل من على الوش كده. تمام. يعني ايه، في نص سوا كده، وبعد كده بنحط الالوان بتاعتنا، عشان الالوان بتاعتنا ما تسيلش في الايه، على الرز كله. حطينا اللي هو صوص الطماطم. تمام. ممكن نضيف له سنة لون احمر. وحطينا مية السبانخ او اللون بتاعنا الاخضر، دي الوان صحية عادي مفيش مشاكل. وهنا حطينا ايه، هنحط الكركم بتاعنا. ممكن نحطهم في اماكن ايه، في كل مكان شوية كده، او نعمل خطوط بالالوان دي، الخط الاحمر جنب الخط الاصفر جنب الخط الايه، الاخضر. بعد ما استوى خالص، ماشي، هنقلبه. بعد ما استوى خالص بقى، ممكن لو احتاج ميه بحتاج بيون نحط له عادي مفيش مشاكل. تمام. قلبناه بقى معانا بالشكل ده، الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. ده رز كرنفال. في ناس بتعمله ايه، بتعمل لون يعني كل لون لوحده في حله، وبعد كده بيقلبوه. لكن احنا عملناها مره واحده في وقت واحد مع بعض في حله واحده. تمام. اتمنى تشتركوا في القناه، هتشوفوا كل حاجات جديده، هتشوفوا كل جديد ان شاء الله باذن الله. اتمنى يكون عجبكم. شايفين الشكل الجميل ده، حاجة تتقدم كده في الحفلات. شكرا.